كنت في بنها ومعايا احمد علاء وعبد الرحمن انه الصحابي، ركبنا التوك توك وطلعنا على بطا شارع ضرب البحر بجوار سوبر ماركت شوقي علشان نقابل ابراهيم الشاب الجميل ده وعبده ابن اخته في مطعم هم اللي فتحوا في البيت عندهم واللي بيعملوا فيه بيتزا وكريب واكلات تانية. بصراحه لما ابراهيم كلمني وقال لي يا سندباد عاوزك تيجي تجرب البيتزا عندي وتقول لي رايك علشان هعمل لك بيتزا عظمه، كنت جاي ومفكر اني رايح مطعم كبير ومتحمس، بس اتفاجئت ان ابراهيم فاتح المطبخ اللي بيعمل فيه البيتزا في البيت عنده، فاتحمست اكتر علشان ابراهيم راجل مكافح وبيحب شغله، والدليل على كده انه شغال بالامكانيات المحدوده والمتاحه. فتمنيت وقتها انه فعلا يكون بيعمل بيتزا واكل حلو زي ما بيقول علشان يكمل السيناريو والقصه تبقى واقعيه، وانا بصوره وهو بيعمل البيتزا والكاليزوني او زي ما بيسميها بعض الناس في المنطقه عنده حواوشي ايطالي والكريب والمكرونه. حسيت انه مهتم قوي بصناعته من اول الخامات والمنتجات اللي بيستخدمها في شغله اللي بيحاول انه يوفرها باحسن شكل وكمان جوده كويسه، وكان برضه عنده دقه في المقادير اللي بيحطها علشان تتناسب مع اسعار الاكل عنده. شكله كده راجل متعلم الشغل وفاهم كويس، ومع العلم انه خريج سياحه وفنادق، لكن زي ما عرفت منه انه ما كانش بيدرس في اقسام الطبخ عموما، لكنه اتعلم صناعه الاكل والبيتزا في حياته المهنيه. فهيسوي الاكل دلوقتي ونشرحه ونجربه ونقول راينا مع بعض. اول لما البيتزا والكاليزوني استووا وطلعهم من الفرن اداهم وش لمعه بزيت الزيتون، وقال لي انه ما بيستخدمش غيره. اول حاجه كانت البيتزا لحمه وسوسيس حجم كبير ب 100 جنيه، وتاني حاجه الكاليزوني او الحواوشي الايطالي زي ما بيسموه كان ب 45 جنيه، والمكرونه ستريبس بصوص الطماطم الاحمر عليها جبنه موتزاريلا ب 50 جنيه. الكريبات الميكس عنده بتبدا من اول 50 جنيه لحد ما انت عاوز، وهنبدا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. واحمد علاء هو اللي هيبدا الاول بمثلث من البيتزا ويدخل دخله سريعه ويديله 2 لايك ويقول حلو من الاخر، وبعدين قنص بص عليه واتحمس وخد له هو كمان مثلث شديد وشد الجبنه لبعيد وخلص عليه حته حته واداله لايك برضه. بعدين ابراهيم قال لي خش انت بقى يا سندباد وخد شويه كاتشب ودلع الكلمات، قمت ساحب المثلث الكبير ولهطته على بقي وشقطت، ومن كتر ما كانت البيتزا عجباني مش عارف افصل واديها لايك. قام ابراهيم مزود الحوار وحط شويه صوص شيدر كتار وقال لي كل يا سندباد وسافر في المحيطات والانهار. طعمها عجبني جدا. بعد كده احمد خد مربع كاليزوني وقال لي سيبوني يا ناس سيبوني اخد المربع التاني علشان الدنيا تبقى تمام. بعدين قنص دخل نفس الدخله بمربع الكاليزوني في صوص الشيدر، وبعدين غرقه كاتشب وحط على صباعه كمان وباينه هياكله معاه ولا ايه. ودي يا قنص ودي وبسرعه وبلاش تهدي علشان الحق اجرب الكاليزوني انا كمان وهو سخن، ولما دقته عجبني طعمه جدا. بس لحد دلوقتي البيتزا طعمها اقوى بالنسبه لي، وهنقول الراي كله في الاخر. ودي بقى مكعبات البطاطس المتبله عند ابراهيم واللي المفروض كنا نبدا بيها بس نسيناها، والطبق ده سعره بيبدا من اول 10 جنيه، عاوز تزود زود، كل حاجه هتبقى حسب السعر. ودي عباره عن مكعبات بطاطس مسلوقه عليها تتبيله باين فيها طعم الثوم والتوابل. طعمها كان حلو جدا وعجبتنا احنا الثلاثه، ودي بتكون مع البيتزا مقبلات علشان تعلي معاكي الكلمات. وعجبت احمد اكتر وكل منها مكعبين ورا بعض. وبعد كده هنخش على المكرونه الستريبس. بالنسبه لي طعمها ما كانش احسن حاجه، بس عجبت قنص واحمد، خصوصا احمد كان بيقول انها عجباه جدا وخطفها وجري علشان ياكلها لوحده. اخر حاجه بقى الكريب، وكان حلو وعجنته حلوه وكميه الحشو كبيره، لكن ما علمش معايا، بس برضه عجب احمد وقنص اكتر. وفي النهايه وقفنا نخلص باقي الاكل. هقول لكم دلوقتي في السريع راينا في تجربه الاكل عند ابراهيم في مطعم هم. بالنسبه ليا اكتر حاجه عجبتني البيتزا، عجنتها حلوه والحشو كتير والجبنه نوعها كويس. بعد كده الكاليزوني كان قريب شويه من البيتزا وعجبني برضه. بعدهم الكريب عجنته كانت حلوه والحشو كتير ونوعين الجبنه حلوين اللي بيحطوهم عليه، لكن نسيت اقول لابراهيم ما يحطش مايونيز ولا كاتشب ولا فلفل. اخر حاجه المكرونه لو كانت صوص ابيض كريمي او جبنه بدل الطماطم الاحمر كانت هتبقى احسن شويه بالنسبه لي. انما احمد وعبد الرحمن رايهم كان غير رايي شويه. احمد كان عاجبه اكتر حاجه البيتزا، بعد كده المكرونه، بعدها الكاليزوني، بعده الكريب. عبد الرحمن كان عاجبه اكتر حاجه الكريب، بعد كده الكاليزوني، بعده البيتزا، بعدها المكرونه. وفي العموم كلنا عارفين ان الاكل اذواق وكل واحد ليه ذوقه، بس خلينا متفقين ان ابراهيم بيعمل بيتزا حلو واكل حلو. وفي الاخر حابب اشكر ابراهيم على المقابله والضيافه الجميله دي، واشجعه انه يكمل ويستمر في عمل البيتزا والاكل الحلو ده، واتمنى له التوفيق والنجاح، ويا رب في اقرب وقت يقدر يفتح مطعمه الكبير في المكان اللي يحبه ويناسبه. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.